السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة تكون بعنوان أين هذه الأناجيل ولماذا تم رفضها؟ في الحقيقة إن كثير من الأناجيل رفضتها الكنيسة وقبلت أناجيل أخرى، ولا ندري ما هو الأساس اللي الكنيسة بترفض به إنجيل وتقبل الآخر. فمن الأناجيل المرفوضة على سبيل المثال للحصر الأناجيل الآتية: إنجيل يعقوب، إنجيل الطفولة، إنجيل توما، إنجيل فيليب، إنجيل برنابا، إنجيل برتولاما، إنجيل بيكوديم، إنجيل إندريا، إنجيل بطرس، إنجيل متياس، إنجيل تهيودوشن، إنجيل بيرتو ليماوس، إنجيل تيداوس، إنجيل ماركيون، إنجيل باسيليوس، إنجيل الإنكرتيين، إنجيل الإبيونيين، إنجيل تاسينس، إنجيل هيوسيوشيوس، إنجيل يهوذا الإسخريوطي، إنجيل مريم، إنجيل فيليمون، إنجيل كورنثوس، إنجيل يوسفيوس، رؤيا بطرس، أعمال توما، رسالة بطرس إلى كليمنس، إنجيل العبرانيين، حديث متياس، إنجيل مرسيون، إنجيل أبلس، إنجيل الراعي لهرماس، أعمال اندراوس، سفر الأعمال القانوني، إنجيل الحياة. حقيقة أن كل هذه الأناجيل، وهي ليست كل الأناجيل التي رفضت ولكن اختصارا للوقت، لا ندري حقيقة من أعطى الحق للآباء والقساوسة في مجمع نيقية أن يرفضوا أناجيل ويقبلوا الأخرى، وما هو المقياس الذي حكموا به على قانونية الأسفار، ومن أعطاهم الحق في أن يحددوا كلمة الله. أسئلة ننتظر لها إجابة. نرجو أن يرد علماء المسيحية على هذه الأسئلة السهلة، ولكن إجابتها تكاد تكون مستحيلة. حياكم الله، نلتقي الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.